الواقع أنا كنت مشتاق وعندي لوعة، لكن بمجرد أني جلست على كرسي الوزارة أحسست أن هذا المنصب قد شرف بي ولست أنا الذي شرفت به. Fantastic! Really fantastic! حضرتك رائع. معليك نموذج يحتذى به في الثقة بالنفس وتضخم الذات المتورمة. هل ترى ما هي رؤية حضرتك التي ترى بها شعارك الجديد في هذه المرحلة الجديدة؟ ترشيد الإنفاق الحكومي هو شعاري الدائم وشغلي الشاغل، وهبتدي بنفسي فورا. بسطاوي. تحت أمر معاليك. بسطاوي. حبل السماعات بتاع التليفونات طويل ملوش لازمه يتأثر يا بسطاوي. كفايه قوي يبقى 5 سنتي، فاهم؟ يعني الواحد بدل ما يسحب السماعه لغايه ودنه ممكن قوي يسحب ودنه لغايه السماعه، فاهم؟ بلاش اسراف. اتفضل. ابعت لي مدير الاداره الهندسيه والمهندسين كلهم. في عندي في مكتبي درج فاضي مش عارف املاه بحاجه، فاهم؟ يشيلوه يلغوه خالص. كفايه قوي ال7 الباقيين. وتشيل طفايتين مورانو من على الترابيزه اللي هناك. كفايه قوي 16 طفايه بدل 18. بلاش اسراف، بلا كلام فارغ. اتفضل. Wonderful! Really wonderful! بديع. معليك بديع. أقصد معليك قدوة حضارية في إنكار الذات والتقشف والتواضع. هل ترى ما هي رؤية حضرتك التي ترى بها أول قرار ستصدر سيادتك في عهدك الجديد؟ في الواقع أنا موظف قرار هيعجبك قوي. قرار خاص بحظر استيراد حاجة مهمة قوي. احنا في الحقيقة أصدرنا قرار بمنع استيراد طرمبات استصلاح الأراضي. ده كان بناء على إيه؟ كان بناء على توجيهات من معالي الوزير مفتاح باشا. ليه؟ لأن الواحد من دول لما كان بيفوت من جنب طرمبة من دكومة كان بنطلونه بيتقطع ضبة ومفتاح. أيوة، لأن الطرمبات كان فيها بسبوس. بسبوس. ايوه فعلا بسبوس. عشان كده منعنا استيرادها. لكن انا واصلت الليل بالنهار في عمل متصل ودؤوب لغايه ما وصلت لمسوده مشروع. هذه المسوده موجوده حاليا على مكتب وزيرنا وحبيبنا مفتاح باشا. المشروع ده بيطرح انشاء مصنع للبنطلونات الجاهزه، علشان لو واحد من دول فات جنب طرمبه من دكومه وانقطع بنطلون وضبه مفتاح، المصنع ده بيقدم له بنطلون وبسعر التكلفة. وبالطريقة دي نقدر نسمح تاني باستيراد الطرمبات وكله بثوابه. عبد المصوجر، انت عديتي وعتادي وزادي وزوادي. انا عاوزك تقف جنبي في هذه المرحلة وتفكر لنا بقى يا مصوجر في شوية معوقات جديدة. متشكر يا مصوجر، وفقنا الله لخير الوطن والمواطن. أنا متأسف يا أخي، ورقة غير مستوفي للتصدير. عنوان مكتبك في شارع 26 يوليو ومش كاتب 26 يوليو يوافق كام هجري. اتفضل. كوماندا، انت عدتي وعتادي وزادي وزوادي. انا عاوزك تقف جنبي في هذه المرحلة وتفكر لنا بقى في شوية تبرير للمعوقات الجديدة اللي هيفكر فيها عبد المصوجر. متشكر يا كوماندا، وفقنا الله لخير الوطن والمواطن. عبد الروتين، انت عدتي وعتادي وزادي وزوادي. انا عاوزك تقف جنبي في هذه المرحلة لا، مش عاوزك انت تفكر في حاجة، فاهم؟
ما تفكرش، عاوزك تقف جنبي، بس ما تنامش جنبي وانت واقف. عاوزك شعارك يكون دايما عقدها عقدها، اوعى تسلك منك ابدا. ناقصك شهادة تأدية خدمة طابور الجمعية، وبعدين اسمك رمسيس محب مينا، وطلبك مش مكتوب على ورق البردي ولا جايب إذن من هيئة الآثار. روح يا ابني روح، أنا ضغطي 200 وعندي عيال عايز أربيهم. اهلا عزيزي كحيل، انا طلبتك عشان استنير برأيك في خطة الوزارة الجديدة بصفتك نموذج رائع للترشيد. يا ترى تقترح ايه؟ هو في الواقع أنا بقترح الترشيد في التليفونات. يعني أي محل بيتزا المفروض إن هو يدخل نظام الكمبيوتر في نظام توصيل الطلبات للمنازل. أي شخص عنده كمبيوتر بيحدد عليه نوع البيتزا اللي هو عايزها، بيحدد عليه مكونات البيتزا اللي هو عايزها، ويبعت طلب بده لأقرب فرع من فروع البيتزا، توصله البيتزا اللي هو عايزها من غير ما يعمل اتصال تليفوني. أما بالنسبة للألماظ الحر، شايفة الجماهير بتحييني، ما زالت تحييني، ما زالت. الجماهير تخلت عني. مشتاق اصحى يا مشتاق. ايه يا سوسو، حرام عليكي، انا قررت ترشيد الانفاق الحكومي مش ترشيد النوم. خد اقرا. اي الوزارة يا استاذ اللي كنت حاطط عينك عليها ادوها لواحد تاني. يا نهار ملوش لون. انت السبب، ما تلومش غير نفسك، دايما بتصحى متأخر. لا لا لا, لا. مشتاق مشتاق مشتاق. نصيبه كده، كنت هتأخر على الكوافير.